السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال 4 سنين متتالية قدم لنا الفنان حمادة هلال مسلسل المداح، واللي بالنسبة لي أنا بعتبره واحد من أجمل وأطيب الممثلين في مصر، وإنه إنسان خلقه عالي جدا، وربنا يزيده ويهدي سائر أبناء تلك المهنة لكل خير إن شاء الله. واللي ما شافش المسلسل، ولو اني ما اعتقدش ان محدش شافه يعني، بس باختصار كده المسلسل ده بيحكي عن واحد ربنا مديله هبة عظيمة جدا، وهو انه شخص اشبه بالاشخاص الزهرية، وهو انه شخص مبروك وعلى علاقة قوية جدا بربنا، مخليه عنده بصيرة قوية جدا. وسواء كنت مقتنع بموضوع البصيرة ده من عدمه، ده مش موضوعنا دلوقتي. فالمهم من غير ما اطول عليك، ان هو طول المواسم دي بيقاوم الشياطين اللي عايزينه ينضم ليهم ويبقى ساحر عظيم، لان اعظم السحرة اللي عندهم هم الناس اللي عندهم البصيرة، واكتر اشخاص بيتزن عليهم عشان يتجهوا للشر هم الناس دي. وشفنا في المسلسل كتب شبه كتب السحر القديمة، وبما ان الموضوع ده شائك جدا ولازم اللي يبحث فيه بحذر جدا علشان ما يتأذيش، حبينا النهاردة اننا نديكم معلومات عن اخطر كتب السحر على الاطلاق، او بمعنى اصح هو احد مش اهم، وهو كتاب شمس المعارف الكبرى. ولو مش عارف ليه بنقول احد مش اهم، احب اقولك ان في كتب اقوى من كده بكتير جدا، وهنعمل لها حلقات قدام باذن الله. والحقيقة ان احنا ما لقيناش وقت انسب من رمضان علشان ننزل فيه الحلقة، لان زي ما احنا عارفين الشياطين بتتسلسل في رمضان. يعني محدش بعد ما يشوف الحلقة دي يتخيل حاجة يقول ده شيطان، لا، كلهم متسلسلين حاليا. وقبل ما نبدأ حابين نقول اننا مش بنشجع حد على السحر نهائيا، ولا حتى بننصح حد انه يشتري الكتاب ده، علشان بس نخلي مسؤوليتنا قدام ربنا اولا واخيرا. احذر من هذا الكتاب، وبلاش فضولك ياخدك انك تقراه. احذر ثم احذر ثم احذر، بكررها كتير جدا اهو عشان ما يبقاش حد له حجة. وتعالى بينا بقى نبدأ بتصميم الغرفة بتاعتنا النهاردة، واللي مكتوب عليها احذر شمس المعارف الكبرى. غرفة شمس المعارف مكونة عندنا من 4 مناطق أساسية. أولا مؤلف الكتاب، وفيها هنعرف حكاية الكتاب من أوله، لأن لازم نعرف مين صاحبه قبل ما نعرف حكايته. وثانيا هنتكلم عن ما يميز كتاب شمس المعارف، وفيها هنحكي شوية عن المعلومات اللي في الكتاب ده، وفيها هنحكي شوية عن المعلومات اللي في الكتاب ده ومش موجودة في أي كتاب آخر، عن طريق إننا هنقول فصول الكتاب، بس طبعا هنقول عناوين فقط، مش هنقول تعويذ يعني. وثالثا بقى هنتكلم عن استخدامات الكتاب ده وكل التجارب اللي اتسجلت عنه. ورابعا وأخيرا هنتكلم عن النسخة الأصلية للكتاب الملعون ده. تعال بينا بقى نبدأ بأول مفتاح معانا النهاردة، وهو أصل الكتاب. اولا قبل ما نحكي لازم تعرف ان الكتاب ما اسمهوش شمس المعارف ولا حتى شمس المعارف الكبرى، بل اسمه بالكامل شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف. المؤلف بتاعه اسمه احمد ابن علي ابن يوسف البوني المالكي، اتولد في مدينة بونا سنة 520 هجرية، وتوفى سنة 622، يعني عاش 102 سنة. عمل فيهم اللي ما يعمل حرفيا. بدأ حياته في حفظ القرآن الكريم في تونس، وبعدها انتقل للأندلس لأنه كان معروف جدا بحبه للترحال بغرض التعلم، حاله كحال الإمام الشافعي رحمة الله عليه زي ما ذكرنا في حلقته. ولكن شتان الفارق بينهما، واحد كان بيسافر لينشر الدين، والتاني سافر لهدم الدين، حتى لا يقول ان قناة مفتاح السر التيم بتاعها بيساوي بين الامام الشافعي وبين الساحر. احنا بنبين الفرق والوضاعة بتاعة البوني، بان الاتنين كان فيهم من بعض في حب الترحال، ولكن كل واحد منهم كان سبب الترحال بتاعه هو تحديد مصيره. اتمنى تكون وضحت المنطقة دي. ونرجع ونقول تاني ان بعد ما انتقل للأندلس قابل علماء دين كتير جدا، أهمهم أبو القاسم السهيلي والخزرجي وغيرهم من العلماء. بعد ما قعد هناك فترة كبيرة اتعلم منهم بعض الأمور في الفقه، وبعدها انتقل لهنا في مصر وتحديدا في اسكندرية، وقابل فيها علماء كتير جدا برضو، أهمهم الحافظ أبي الطاهر السلفي، واللي انتقل منها لقاهرة المعز لدين الله الفاطمي في عهد تأليف الحكم العاضد لدين الله الفاطمي. وبعد ما اتعلم شوية فيها انتقل لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، رزقنا الله وإياكم زيارتها بإذن الله. والقريب جدا هنعمل فيديو خاص بمناسك الحج كنوع من زكاة العلم، للي مش عارف وناوي يطلع الحج السنة دي يتعلم برضه. المهم انه بعد ما أدى الحج انتقل تاني لدمشق، وقابل فيها الحافظ أبي القاسم بن عساكر، أحد أكبر حجج اللغة العربية وقتها. وبعد ما اتعلم منه شوية سافر تاني لبغداد، وهناك قابل أكبر حجة من حجج العلم الشرعي وقتها، وهو الحافظ أبي الفرج بن الجوزي. وبعد سنة مع الجوزي رجع لمكة تاني وحج للمرة التانية. سبحان الله والله. الآخر اتجه لمجال الأسحار والشرك بالله،
والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم ذنبها. وبعد ما اتعلم على ايد الحجج العظماء دول رجع تاني لتونس وبدأ يعلم الناس اللي اتعلموا من العلماء دي، وكل فترة كان بيرجع لمصر تاني، ومات فيها سنة 622 زي ما قلنا. ولكن عرف عنه انه بيحب البعد والعزلة وما يحبش يكون موجود وسط الناس، وكانوا دايما يلاقوه في الكهوف في المناطق الجبلية والمناطق النائية بعيد عن الناس، عمال بيذاكر ويقرأ ويتعلم ويتعبد، وتحديدا في جبل اسمه جبل مقود في شرق تونس حاليا. وده اللي خلى الناس تقول عنه انه علشان العزلة دي وسط الجبال اكيد الراجل ده مخاوي، لانه مش طبيعي ان راجل يقعد اسبوع من غير اكل وشرب عمال يتعبد ويتعلم فقط ويرجع سليم. واول ما سمع الكلام اللي هما بيقولوه عنه ده فورا اتجه لعلم الفلك وبدأ يتعلم ازاي يحسب حسابات النجوم، ويعرف الشهر واليوم والساعة اللي احنا فيها، ويعرف السنة دي بدأت امتى كمان، ويعرف الاتجاهات من النجوم بدون حاجة لبوصلة. وسبحان الله البوني ليه أزيد من 40 كتاب يعتبروا من أتقل مراجع الفقه الإسلامي ولسه موجودين لحد النهاردة. وتعالى بقى أقولك في المفتاح الجاي إيه اللي موجود جوه الكتاب ده. شمس المعارف من الداخل مكون من 20 فصل، كل فصل بيتكون من حاجة جوه عالم السحر. في فصول بتتكلم عن التحضير، وفي فصول بتتكلم عن التسخير، وفي فصول بتتكلم عن الأعمال السفلية، وفي فصول بتتكلم عن الجن بأنواعهم، مسلم ومسيحي ويهودي وكافر كمان. وفي فصول وهي الأخطر اللي بتسمى بتسخير الجن ضد بعضهم. للي مش فاهم يعني ايه تسخير الجن، بمعنى أصح معناه إنك أنت بتجيب بلطجي يضرب واحد مضايقك وبتديله فلوس، لكن هنا أنت بتجيب شيطان وتديله قربان مقابل إنه يأذي إنسان. أنت بقى هنا بتسخر الشياطين ضد بعضهم، يعني ما اكتفتش إنك بتخلي الشيطان يأذي إنسان، أنت خليت الشيطان يأذي أخوه كمان. ولذلك لا يمكن لشيطان مسلم إنه يعمل كده، لأن مسلمين الجن مؤمنين أكتر بكتير من مسلمين الإنس، ده بسبب إنهم عارفين كل ألاعيب الشياطين، فما فيش شيطان هيعرف يلعب عليهم. ولكن ربنا مديهم نفسهم، والنفس احيانا بتبقى اسوأ من الشيطان، ودي محدش يعرف مفاتيحها الا ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا الفصل الاول في الكتاب يتكلم عن الحروف المعجمة وما يترتب فيها من الاسرار والاضمارات، ومحدش يتوقع ان احنا هنشرح علشان ده مش مجالنا ولا حبينا نبحث فيه. وفي الفصل الثاني بيتكلم في الكسر والبسط وترتيب الاعمال في الاوقات والساعات، ومن شكله باين ان ده بيتكلم في الفلك. الفصل الثالث بيتكلم في احكام منازل القمر ال28 الفلكيات. والفصل الرابع في أحكام البروج الاثنى عشر وما لها من الإشارات والارتباطات. والفصل الخامس في أسرار البسملة وما لها من الخواص والبركات الخفية. والفصل السادس في الخلوة وأرباب الاعتكاف الموصلة للعلويات. والفصل السابع في الأسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الموتى. والفصل الثامن في التواقيف الأربعة وما لها من الفصول والدائرات. والفصل التاسع في خواص أوائل القرآن والآيات البينات. والفصل العاشر في أسرار الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورة. والفصل الحداشر بيتكلم في الاختراعات والأنوار الرحموتيات. والفصل الاتناشر بيتكلم في اسم الله الأعظم وما له من التصريفات الخفية. والفصل التلاتاشر في سواقة الفاتحة وما لها من الأوفاء والدعوات. والفصل الرابع عشر في الرياضيات والأذكار والأدعية المستجابة المسخرات. والفصل الخمستاشر في الشروط اللازمة لبعض دون بعض في البدايات إلى شموس النهايات، وأنا الحقيقة معرفش ده معناه إيه ومش عايز أعرف. الفصل الستاشر بقى بيتكلم في أسماء الله الحسنى وأوفقها النافعات المجريات. والفصل السبعتاشر في خواص كاف هاء عين صاد وحروفها الربانيات الأقدسيات، واللي ما يعرفش دي إيه، دي آية في القرآن عندنا اسمها كاف هاء عين صاد. والفصل التمنتاشر في خواص آية الكرسي وما فيها من البركات الخفية. والفصل التسعتاشر في خواص بعض الأوفاء والطلاسم النافعة. والفصل العشرين في سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجابة. وطبعا زي ما احنا شايفين يعني ما اعتقدش ان في أسوأ من كده انسان بيستغل القرآن اللي حفظه والعلم اللي وصله في انه يأذي الناس. وطبعا مش محتاجين نقول ان الدل على الشر كفاعله، وان كل انسان اتأذى بسبب الكتاب ده ذنبه في رقبة الراجل ده. تعالى بقى في المفتاح الجاي اعرفك ايه التجارب اللي اتسجلت عن الكتاب ده. طبعا مش محتاجين نقول ان اكتر مكان انتشر فيه السحر ده هو عالمنا العربي، ممن يسمون انفسهم المعالجين الروحانيين، وهم ليس لهم من العلاج شيء ولكنهم مجرد دعاة شياطين، وبيدعوا انهم بقى شغل زيادة الرزق والعقر يخلوها تحمل، والمكتئب يخلوه سعيد، وجلب الحبيب واكل الزبيب والكلام الفارغ ده. كل ده لا يدل على ان هم مجرد ناس كفار ما يعرفوش ربنا، زي ما ربنا قال عنهم في القرآن الكريم بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. ولازم عشان يعملوا كده إنهم يعملوا طقوس معينة، أهمها خلوة 7 أيام بنفسهم وما يعملوش حاجة غير إنهم يصوموا ويفطروا على حاجات معينة مش هنذكرها طبعا عشان ضعاف النفوس ما يعملوش كده. ولازم يعملوا اللي موجود في الكتاب من حركات أشبه بالتمارين الرياضية زي ما يكونوا بيستفزوا الشياطين عشان يسمعوا كلامهم. فمن أهم التجارب اللي اتسجلت عن الكتاب ده، واحد عقيم التفكير عنده مشكلة في الحفظ، كان عنده امتحان، راح اشترى الكتاب ده وطبق التعويذة اللي تخلي الشيطان يخلي ذاكرته قوية. ده كمان جاب له صورة من الامتحان وحلها له، ما شاء الله يعني شيطان مثقف جدا. وطبعا كل ده على لسان الناس اللي جربت، واحنا في كلتا الحالتين سواء حصل او ما حصلش لا نشجع على الكلام الفارغ ده لانه حرام وشرك بالله والعياذ بالله، وربنا يبعد عننا كل ده. المشكلة انه ما لقاش الكلام ده جوه الكتاب، هو اشترى الكتاب بعد ما لقى الموضوع ده، لانه لقى التعويذة دي موجودة على ورقة محطوطة على الانترنت. بعدها بدأ ان هو يدور على الكتاب، وبعدها بدأ فعلا انه يدور، بل المشكلة كمان انه بدأ ان هو يدور في كل المكاتب وفي كل الاماكن بكل قوته. ولكن المشكلة ان الكتاب ده النسخة الاصلية بتاعته كانت موجودة فعلا، ولكن بعد ما الناس لقوا ان الكتاب ده خطر جدا حرقوا كل النسخ الخاصة بيه، ومفضلش منه غير 25 نسخة أصلية فقط. حتى النسخ الأصلية دي اتحرف منهم 24 وما بقاش غير نسخة واحدة أصلية، وهتعرف في المفتاح الجاي هي فين، بس مش موضوعنا دلوقتي. بعد ما صاحبنا بقى لقى الكتاب ورجع بيه البيت بعد ما اشتراه بعد عناء شهر ونص كامل بيبحث عنه، والآخر لقاه عند واحد بيبيع على الرصفة وسأله عنه، والراجل استغرب وقال له تعالى لي تاني يوم وهات معاك كيلو دهب. انت متخيل يعني ايه كيلو دهب عشان نسخة أصلية من شمس المعارف؟ سعر الدهب النهاردة بتاريخ 27/3/2024 ما يوافق 17 رمضان 1445 هجريا 3100 جنيه. يعني كيلو الدهب 3,100,000 جنيه. يا ابني ده انت لو كنت دفعت ربع مليون للشخص اللي كان عندك امتحان معاه كان زمانك طالع الاول على المكان اللي انت فيه كله. ما علينا، المهم انه بعد ما رجع بالكتاب البيت ما فهمش اي حاجة خالص، لان الكتاب مكتوب بطريقة عجيبة جدا، ارقام وحروف عجيبة جدا، لا هي عربية ولا اعجمية ولا حتى عبرية. وطبعا صاحبنا ده افتكر انه انضحك عليه ورمى الكتاب في الدولاب، وبعدها باسبوع بدأ يسمع أصوات من الدولاب، فافتكر الكتاب وقتها وطلعه وبدأ يخش على الصفحات المفهومة، واللي سبحان الله طلعت صفحات استدعاء الجن. والأبله نفذ الكلام اللي موجود في الكتاب بكل دقة بكل حذافيرها. الأول ولا حاجة حصلت، بس بعد كام يوم حس إن في شخص نايم جنبه في السرير، وفجأة فاحت ريحة جميلة جدا 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 في الأوضة، وبعدها بدأ إن هو يسمع صوت همهمة أنثى في الأوضة معاه. قال هي الدنيا هتضحك لي ولا ايه؟ كده شكلها هتلعب معايا، وفي جنية حبتني. وسبحان الله الجنية قالت له والله ما انا مزعلاك. وبالفعل بعدها بيوم طلعت له جنية فائقة الجمال، وبالفعل اتجوزوا. استنى بس كده قبل ما تفرح، ما انت مش عارف هو حصل له ايه بعدها. اهدى بالله كده وريح ظهرك وكمل كوباية الصوبيا اللي في ايدك وانت هتفهم كل حاجة. بعد ما تم الجواز طبعا الحاج ده بقى مبسوط جدا 24 قيراط، لان اي حاجة هو عايزها المدام بتجيبها له، واي طلب بيتنفذ قبل ما حتى يقوله. لحد ما جه في يوم من الايام ابوه قال له انه هيجوزه. واسرح بخيالك يعني ايه واحد متجوز جنية يقول لها ان انا هتجوز غيرك؟ ان كانت الغيرة في الستات في الانس بتودي في داهية، ما بالك بغيرة الشياطين. اول حاجة عملتها معاه انها لغت العقد اللي ما بينهم تماما، بالبلدي كده خلعته. والبنت المسكينة اللي كان هيتجوزها ماتت محروقة في حادثة عربية، واللي سبحان الله كل اللي في العربية عاشوا الا اللي هي الوحيدة اللي ماتت محروقة، وابوه اتشل وهو انخرس سبحان الله. وبعدها اتخلص من الكتاب تماما، ولكن للأسف ما قدرش يتخلص من أثره. وبعيدا عن محتوى الحلقة، تفتكروا العفريتة طلبت منه نفقة زي ما بيعملوا عندنا وعملت له محضر تبديد عفش وقالت له انه سرق النيش؟ الله اعلم، اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. والتاني بقى وده الشخص المجنون حرفيا، بعد ما سخر الشياطين بعد ما قرا الكتاب كويس طلب من الشيطان اللي معاه انه يقول ان هو عاوز يقابل ابليس. ده انت مش عاصي، ده انت فاجر. الفرق ما بين العاصي والفاجر، العاصي بيعمل الذنب في السر وندمان عليه، الفاجر بيعمل الذنب في العلن ومفتخر بيه. المهم ان الخادم اللي معاه قال له مستحيل، مش هتقدر، لان احنا نفسنا ما نعرفش هو فين ولا نقدر نوصل له، واللي عايز مننا يشوفه بيقابل واحد من ولاده وهو بيوصله بيه، وغالبا
ده بيكون ابنه الأفضل داسم. واللي ما يعرفش إن إبليس عنده 5 أولاد، ولكن الله أعلم جابهم منين. هل ربنا خلق له جنية زي ما خلق سيدنا آدم وخلق له ستنا حواء، ولا هل جابهم تكاثر ذاتي زي البكتيريا، ولا إيه حكايته؟ الله أعلم. المهم إن الولاد دول هم داسم وثبر والأعور ومصوت وزلمبور. كل واحد منهم ليه مهمة خاصة على الأرض. داسم هو المسؤول عن التفرقة بين الأزواج، أما زلمبور بقى فهو مسؤول عن الزنا والعياذ بالله. والأعور مكلف إنه يخلي الناس تفضح عيوب بعض، وثبر مكلف بأي مصيبة ينتج عنها لطم الخدود، ومصوت مكلف بالسخط والكذب. المهم إن صاحبنا قال للخادم مالكش دعوة، أنا موافق إني أتحمل اللي هيحصل لي، بس عايز أقابله. وبالفعل قال له على مكان وجود داسم. وبعد ما خرج في طريقه لداسم، من كثرة الأهوال والمصايب اللي شافها ما قدرش يتحمل إنه ياخد خطوة واحدة في طريقه، وحرق الكتاب وطلع يجري على الحرم المكي وتاب لله، وما خرجش من الحرم لحد ما مات، لأنه عارف إنه لو خرج هيقتلوه. وتعالى بقى أقولك في المفتاح الجاي فين النسخة الأصلية من شمس المعارف. في موضوع النسخة الأصلية في 3 نظريات. الأولى هي إن الجن بعد معرفتهم بقوة الكتاب وخوفهم من إن اللي يقع في إيده يستخدمه ضد الجن ويخليهم خدام ليه، أخدوا الكتاب وأخفوه في عالمهم. النظرية التانية هي إن المسلمين حرقوا كل النسخ الخاصة بالكتاب، ومفيش أصلا 25 نسخة ولا الكلام اللي قلناه ده. والنظرية التالتة بتقول إن النسخة الأصلية الأخيرة من الكتاب اندفنت في نفس مكان دفن البني. ولكن في اعتقادي الشخصي النسخة الأصلية دي يا هتلاقيها في مكتبة الكونجرس يا هتلاقيها في مكتبة الفاتيكان، لأن دول أأمن منطقتين في العالم تحافظ فيهم على الكتاب. بكده نكون عرفناكم على كل حاجة خاصة بالكتاب الملعون ده، وبنعيد تحذيرنا بإن اوعى تفكر تقراه، ده مش موضوع قابل للنقاش. واحذر من اتباع العرافين والسحرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ربنا يحمينا وإياكم من شر السحر والأذى. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.